سماحة الشيخ العقل الحبيب أبو حسن موفق طريف، مشايخنا الأجلاء، أيها الأحرار، يا أبناء الجبال الثلاثة، جبل لبنان والجليل والسويداء، نجتمع اليوم لنوحد الكلمة ونرفع الصوت ونقولها بكل وضوح: السويداء ليست وحدها، السويداء هي كرامة سوريا وكرامة الأمة، هي الضمير الذي لا ينام والصوت الذي لا يسكت والقلب الذي لا يموت. نحن مع مطالب أهلنا في السويداء، مع حقهم في العيش بحرية وعزة وكرامة. نحن مع الدولة التي تحترم شعبها، لا مع سلطة القتل والتنكيل والتجويع والحصار. مشايخنا الأجلاء أيها الأحرار، في زمن التيه تكون الثوابت منارة النجاة، وثوابتنا أن نعيش أحرارا في وطن حر، لا نقبل المساس بها ولا نساوم عليها ولا نبيعها بثمن. هذه الثوابت ليست شعارات ترفع في المناسبات، بل أفعال تترجم في الشدائد، وسلوك يجسد في الصبر، وعز يظهر عند القرار. ومن الجبل نوجه النداء إلى أبناء السويداء، إلى شبابنا وإلى حكمائنا، إلى عقلائنا: تمسكوا بالوحدة، ارفضوا الفتنة، استلهموا الحكمة من تاريخ مشايخنا وسير أبطالنا. وليعلم القاصي والداني في الداخل والخارج: السويداء صامدة، بني معروف لا يكسرون، وكرامة الناس ليست موضع نقاش. من أراد الفتنة فنحن لها سد منيع، ومن أراد الكرامة فنحن أهلها، ومن أراد الوطن فنحن صمامه ودرعه وسياجه. ومن